السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في فيديو جديد زي ما قلت لكم. بعد المباراة إن شاء الله هنطلع نتكلم على قصة رحيل أو بقاء إمام عاشور مع نادي الزمالك. وأنا بأكد أهو خلاص بشكل رسمي إمام عاشور هيرحل عن نادي الزمالك. ده ليه أنا قلت كده؟ أولا تصريحات الكابتن أسامة نبيه تؤكد إن إمام عاشور خلاص بشكل رسمي هينتقل لأي فريق خارج مصر، وكمان الكابتن أسامة نبيه قال في التصريحات إن إمام عاشور طالما جاله عروض من بره احترافيه فاحنا لا مانع على الموافقه. والكلام ده بقى مني انا شخصيا، لا اما امام عاشور هيمشي في يناير الحالي اللي هو بكره او بعده، لا اما هيمشي في الصيف. طيب ليه بقول هيمشي في الصيف؟ لان اولا نادي الزمالك طبعا في حال لو الفريق رفض اللي هو ياخد اللعيب او نادي الزمالك رفض اللي هو اللعيب يمشي، هيبقى في مفاوضات في الصيف على امام عاشور. وخلي بالكم هو جاله اكتر من عرض، يعني مش العرض ده بس، هو جاله فريق من الدنمارك والعرض ده ب 3 مليون دولار. في اكتر من عروض لكن اعلاهم هو عرض من فريق من الدنمارك. طيب في حال لو امام عاشور هيمشي، مش هيمشي بكره تمام، لان طبعا الصفقه لسه هيبقى في كلام رسمي بقى واللاعب هيوقع والكلام ده، فممكن يمشي يوم 31 يناير. طب لو ما مشاش خلال اليومين دول خلاص امام عاشور هيقعد مع نادي الزمالك لنهايه الموسم. انا هقول بس كده نقطتين على مباراه الزمالك وفيوتشر. رقم واحد، الزمالك في الشوط الاولاني اجا وحضر الماتش وسجل هدفين و100 فل و10 واجا فيها هدف، ولكن خرجوا الشوط الاولاني كسبانين 2-1. الشوط الثاني انا بصراحه ما شفتش الزمالك، يعني الزمالك واقف في نص ملعبه عاوز يكسب خلاص. يعني الكابتن اسامه نبيه قال لك انا راضي على الهدفين دول وراضي على فرق واحد حتى مش مشكله، المهم اخد الثلاث نقاط اطلع من الماتش ده بثلاث نقاط. كابتن اسامه نبيه نجح في كده، عارف اللي هو ياخد الثلاث نقاط من كابتن كبير زي علي ماهر. اولا انا مع الكابتن اسامه نبيه بالطريقه دي تمام، لكن في الدوري، لكن انت في افريقيا انت لو فضلت متعادل 0-0 او كسبان فرق واحد، يعني مثلا 1-0، اي فريق ممكن يتعادل معاك في اخر دقيقه يسبب لك في خروجك من دوري الابطال او دور المجموعات. فحذاري حذاري من نادي الزمالك، لازم الكابتن اسامه نبيه يقعد مع اللعيبه يفوقهم. اللعيبه النهارده ما كانتش في طبيعتها، اللعيبه النهارده راحت في مرتدات لكن ضيعوها. بالنسبه لي انا كان عاجبني في الماتش النهارده كان محمد عبد الشافي ومصطفى شلبي. مصطفى شلبي بدا يرجع لمستواه. اعتقد ان فيريرا ما كانش عارف يستخدمه كويس، ما كانش عارف يستخدم مصطفى شلبي كويس، ولما جه الكابتن اسامه نبيه عارف يشغل مصطفى شلبي، وده كويس. ده كويس ان انت تشغل لعيب بقاله من اول ما جه الفريق وهو واقع بدنيا ومش فايق مش عاوز يلعب، تحس اللي هو قرفان. فشابوه الكابتن اسامه نبيه. ثالثا بقى وهو سيف الدين الجزيري، شابوه لسيف الدين الجزيري، عمل مباراه كبيره وراجل المباراه كمان يستحق اللي هو يكون راجل المباراه. سجل هدفين، كان السبب الاول لفوز الزمالك النهارده والعوده للانتصارات مره اخرى. شابوه لسيف الدين الجزيري وشابوه ايضا للكابتن اسامه نبيه. وعاوزين برضو نبارك لاحمد حجازي وطارق حامد النهارده بعد الفوز بالكاس السوبر السعودي، ونقول لهم الف الف مليون مبروك يا ابطال، ومنتظرين منكم مزيد باذن الله في كل البطولات. وبس كده وبكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا، مع السلامه.